لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبعض العلماء عد من آفات اللسان أكثر من 20 آفة، الإمام الغزالي. وفي علماء آخرون منهم الشيخ عبد الغني النابلسي عد آلاف أمراض اللسان. يعني يا رسول الله، هل نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالت عن أختها قصيرة، صفية. السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لو مزجت. إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة، وقد ترقى بكلمة رقيا لا يعلمه إلا الله. كلمة تواضع، كلمة مؤانسة، كلمة اعتراف بالحق، هذا كله في ميزان حسنات الإنسان. إذن الجميل مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق وفي الخلق. هناك صبر جميل، قال تعالى فاصبر صبرا جميلا. في صبر مع الضيق، مع التوتر، مرجل يغلي، كلام قاسي، الأبواب تخبط، البلور يكسر، هذا مو صبر جميل. يجب أن تصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. وفي صفح جميل، أنا سامحتك، لا تنسى كل خيرك من خيري، لا سامحه، فاصفح الصفح الجميل. سامحته خلاص، لا تذكره بخطئه.